يا لهوي على الجمال حقيقي بجد والله العظيم فاتني كتير وفاتكو. اللي ما عملش الوصفة دي او ما عملش الاكلة دي، الكوبيبة الغمراوي فظيعة قسما بالله فظيعة. وبأقل من ربع كيلو لحمة عملت بصوا وليمة زي ما انتوا شايفين. والله العظيم الطبق ده كبير، اكبر طبق عندي. اضغطوا لايك بسرعة بسرعة، اضغطوا لايك على الوصفة ديت واعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس واعملوا تعليق حلو زيكم. تمام؟ تعليق انتوا طبعا بتتابعوني من انهي بلد، وهل عملتوها قبل كده ولا لسه اول مرة تعملوها. بصوا بقى المقادير معايا. والله العظيم عايزه اقول لكم دول اقل من ربع كيلو لحمه، حوالي 230 جرام ماشي. يعني اقل من ربع كيلو لحمه، وبصلايه متوسطه وكم فص توم كده. وطبعا ربطه شبت ببقدونس وكزبره، هي ربطه كده على بعض ماشي. يعني خدي من كل ربطه ربع كده ماشي. طبعا هحط البصل مع الثوم مع الخضره والكلام ده. انا لسه هقول لكم بهارات ولسه هقول لكم ان الرز قد ايه. طبعا لو عملت نص كيلو ضعف المقادير اللي انا قلت لك عليها، هتبقى بصلتين وطبعا راس توم. انتوا فاهمين بقى. انا حطيت بس ايه، كام فص توم، اربع او خمس فصوص توم صغيرين مش كبار ماشي. اول كده ما التوم مع البصل مع الخضره اتفرموا، نزلت باللحمه اللي هي والله يعني ربع كيلو، هنقول ربع كيلو ماشي، ربع كيلو، ربع كيلو لحمه مفرومه ماشي. وطبعا ضربتهم كويس جدا جدا لحد ما كونوا عرق كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا ضربتهم كويس جدا، بصوا لازم أن يكونوا عجينه كده. تمام. انا بقى هجيب طبق واحط طبعا فيه الحاجات دي كلها. انا عايزه اطحن الرز. اطحن الرز ازاي؟ انا عايزه الرز يكون محدحد كده. انتوا فاهميني يعني ايه محدحد؟ يعني مش بودر، انا عايزاه يكون فيه رز، يعني فيه رز باين بس صغير خالص. ده نص كيلو رز على كل ربع كيلو لحمه مفرومه. نص كيلو رز. لو هتعملي نص كيلو لحمة، كيلو رز ماشي. يعني الرز بيبقى ضعف اللحمة. تمام. انا خليت الرز كده ايه حتت صغيرة خالص ماشي، انا مش خليته بودر. نزلت بقى طبعا هنا باللحمة مع البصل مع الخضرة مع التوم اللي احنا ضربناهم برضو في الخلاط. هنزل بقى بالبهارات. البهارات عبارة عن ملح وفلفل اسمر وطبعا شوية كمون بساط خالص وبابريكا وبهارات لحمة ماشي، وسن جوز الطيب. دي البهارات الاساسية بس كده. وهنزل كمان بالمكون بقى الاساسي بتاعنا، هو البيكنج باودر او البيكنج صودا. تمام. البيكربوناتو يعني. هنزل كده بنص معلقة صغيرة ماشي. هبتدي بقى ان انا اطحن ده كله كده كده في الكبه. انا حطيت الملح بتاعي وحطيت البهارات وحطيت طبعا البيكنج صودا او البيكربونات او البيكنج باودر عادي يعني بتاعنا. حطي نص معلقه صغيره بس كده مع البهارات دي كلها، تطلع لك بقى تحفه جدا. هي مش كفته رز ماشي، مش نفس القوام بتاع كفته الرز، هي خشنه شويه عن قوام كفته الرز. تمام. انا بقى طبعا هسيبها كده في التلاجة نص ساعه عبال ايه ما تمسك نفسها شويه كده ايه، وبرده البهارات تاخد من طعم اللحمه بقى مع الكلام ده كله. حطها كده في التلاجة شويه وايه، وجبت كده زيت جنبي. وهبتدي بقى ان انا اخد لانها بتلزق جدا ماشي. طبعا بقى هشكل الكوبيبه زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا مش عايزاها ولا رفيعه قوي 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 ولا تخينه قوي قوي. انتوا فاهمين؟ بتكون سمكها مش تخين جدا. تمام. اهو زي ما انتم شايفين سمكها عامل ازاي. وكمان حاسه ان دي كمان تخينه شويه، هبتدي ان انا ارفعها برده شويه. بصوا بتعملوها على ايدكم كده، بتجيبوا في ايدكم زيت. هما الميت غمر بيعملوها كده والله العظيم. على فكره انا من كفر شكر ماشي، يعني جنب 100 غمر اصلا، جنب 100 غمر بنص ساعه يعني. الاكله دي مشهوره عندهم ما شاء الله عندهم. يعني اول مره بصراحه انا اعملها والله العظيم، اول مره اعملها بس تحفه جدا. انا مش اخر مره اعملها والله. تحفه قوي 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 وموفره جدا جدا صراحه يعني. يعني الكوبيبه ديت ممكن تقضي 5 افراد او 6 افراد كمان والله العظيم. بتشبع، مشبعه جدا. وغير كده تحفه، طعمها تحفه اكنك بتاكلي كفته. كفته، هي كفته اصلا ولكن طعمها فظيع. تمام. عملت قراص زي ما انتم شايفين كده، لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي اهي. زي ما انتم شايفين عملت كتير ما شاء الله، بس هم فوق بعض بقى. هبتدي اجيب كده على الحله. كنت عامله هنا شوربه كدابه. يعني ايه شوربه كدابه؟ حطيت كده ميه وحطيت بصل وطبعا طماطم، وحطيت بقى ورق لوري وحبهان وفلفل اسمر واتنين مرقه دجاج وايه وملح، وحطيت عملت شوربه. شوربه عادي يعني.
شوربه كدابه كده. ما كانش عندي ولا فراخ ولا لحمه ان انا اعمل شوربه، فعملت شوربه كدابه. بص بقى، هنزل كده بطماطمتين كده ضربتهم في الخلاط، طماطمتين او 3 بالعدد ضربتهم في الخلاط، او ممكن معلقه صلصه معلقتين صلصه، انتي براحتك، لو انتي عندك صلصه يبقى اسرع. تمام. اول ما غليوا كده نزلت طبعا بشويه ملح كده، ملحه شويه برضو عشان ما تبقاش عدمه. وهبتدي بقى انزل بقى بالكوبيبه اول ما تغلي، بعد ما تغلي كده هنزل بقى بالكوبيبه بتاعتي، بس هرصها كده برضو ايه، تبقى جنب بعضها. تمام. اهي تبقى داير ما يدور كده، ما تعملهاش عشوائي، تبقى داير ايه ما يدور، تعرفي كده القرص فين وتحطي ايه جنبه اهو. وتحطي عليه عادي الدور التاني الدور التالت لحد ما تملي الحله بقى. ماشي. انا بعمل هنا بتعرفي هنا بقى ايه القعد بتاعها، ان الميه يكون مغطياها بحاجات بسيطه خالص، اهو زي ما انتم شايفين كده. انا كنت هشيل منها بس انا بصراحه مش ما شلتش حاجه. تمام، عشان الصوص بتاعها بتبقى تحفه جدا يعني. اهو زي ما انتم شايفين كده، تحفه تحفه والله العظيم، ما في حاجه فكت، عمرها ما هتفك منك ابدا ابدا ابدا. وبصراحه عظيمه 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 بجد، اول مره اجربها واول مره اشكر في حاجه قوي قوي كده بجد يعني. هسيبها طبعا هنا على نار عاليه خالص لحد ما تشرب الميه بتاعتها كده، وابتدي اوطي عليها النار. هي هنا استوت، قعدت نص ساعه تقريبا، نص ساعه. ماشي. هي استوت وبقت تحفه تحفه. تعرفي ان هي استوت انك انت بتدوقي، انا دقت نص واحده. ماشي. إيه يعني، بتدوقيها كده تلاقيها عادي الرز استوى معاكي. تمام. وهو زي ما انتم شايفين تحفه. اللي ريحتها بقى، ريحتها كانت ماليه البيت، حرفيا ريحتها كانت ماليه البيت كوبيبه يعني. هبتدي ارصها بقى كده ايه في الطبق. طبعا عايزه اقول لكم الكميه تضاعفت والله العظيم. القرص ما شاء الله مكشش خالص وتحفه. ممكن بقى تعملها صوابع، ممكن تعملها، بس هما المتغمرويه بيعملوها كده، غمرويه بيعملوها كده. اه زي ما انتم شايفين كده. اه بص انا برصها ازاي، برصها كده ايه فوق بعضها. ما شاء الله ما فيش حاجه فكت وما فيش حاجه لزقت وما فيش حاجه يعني لا اتهرت ولا اي حاجه، ما شاء الله هي ماسكه نفسها وحاجه تحفه. عايزه اقول لكم كمان ان أنا تاني على فكره يعني احنا ما كناش الكميه دي كلها، كل واحد كل 3 اقراص او 2 وايه. وعنا عنا الكوبيبه دي لتاني يوم. تاني يوم بقى عملت ايه، جبت بيضتين كده وربيتهم في ملح وفلفل، وفي طبق تاني جبت فيه ايه فيجيتار او بقسماط. تمام. حطيتها بقى مره في البيض ومره بقى ايه في الفيجيتار وقالتها. عايزه اقول لكم كانت تحفه والله العظيم. يعني جوزي بيقول لي هي تحفه، هي تحفه كده قوي قوي وطعمها حلو جدا جدا، بس بتبقى مقرمشه جدا بقى لما بتحط لها بقى البيض والفيجيتار والكلام ده. كنت عامله معاها صينيه بقى جلاش باللحمه المفرومه، كانت عظيمه برضو، هنزلها لكم في فيديو تاني. اكتر واحده بتعمل الجلاش وبيبقى مظبوط منها جدا جدا انا بصراحه، جلاش 100%. عايزه اقول لكم يعني مفيش ولا غلطه فيه. لايك بقى للكوبيبه ديت، عايزه لايك كبير جدا، وعايزه بقى كومنت حلو زيكم، واشوفكم على خير.